أهلا بيكم في حلقة جديدة وسلسلة جديدة من بودكاست سلام بعنوان الحدود من غير أسف. ليه كلمة لأ صعب؟ عمرك قلتي وانتي من جواكي كنت عايزة تقولي لأ وسألتي نفسك بعد كده هو أنا ليه دايما بمشي عكس نفسي؟ الحلقة دي مش عن الأسف، دي عن سبب إن كلمة لأ، كلمة بسيطة زي دي تبقى تقيلة قوي علينا. لو رجعنا شوية لجذورنا هنلاقي إن احنا اتربينا إن في ربط بين القبول والرضا. لما نرضي الناس هنبقى كويسين، ولما نرفض هنخاف نخسر، هنخاف نتوصم بالأنانية، هنخاف نوجع حد، فبنختار السلام الخارجي ونسيب نفسنا من غير سلام. وده لأن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي متعود على اللمة والونس، ويخاف لما يقول لأ يبقى لوحده، يخاف يترفض، يخاف يخسر اللي حواليه. هو شعور كده خفي جوانا. كلمة لأ مش صعبة عشان هي وحشة، هي صعبة لأنه وراها شعور قديم، ربط داخلي، خوف من الرفض، خوف من الزعل، خوف إننا ما نتحبش، فبنقول مش لأننا موافقين، لكن لأننا محتاجين أمان، محتاجين ونس. لكن الحقيقة إن لأ مش عدوان، لأ مش قلة ذوق، لأ أحيانا هي أول احترام حقيقي للنفس. اللي بيحبك بجد ممكن يزعل منك شوية، لكن مش هيكسر حدودك. في السلسلة دي مش هنتعلم نكون قاسيين، هنتعلم نكون واضحين، نختار نفسنا من غير صريخ، من غير تبرير، من غير شعور بالذنب. المرة الجاية هنتكلم عن الفرق بين الذنب والضمير، لأن مش كل وجع نحسه معناه إننا غلطانين. أشوفكم بخير.